باعت ورث أبوها وعملت صفقة خلت الكل يتكلم عنها. قصة نجاح فريدة خميس اللي خلتها أقوى سيدة أعمال في الشرق الأوسط، واللي الكل بيعتبرها العقل المدبر. بنت إمبراطور السجاد وجوزها من أكبر رجال البتروكيماويات، وورثت ثروة خيالية من أبوها، بس قصتها مش مجرد عيلة واسم كبير. سيدة الأعمال فريدة خميس اللي قدرت تبني اسمها بنفسها وتدخل قائمة أقوى سيدات الأعمال وتعمل هي أختها صفقة قلبت السوق كله. يا ترى مين هي فريدة خميس وإيه الصفقة اللي قلبت حياتها، وإزاي قدرت توصل لكل ده وتثبت نفسها وسط كل الضغوط؟ كل ده وأكتر هنعرفه في الفيديو ده، خليكم معانا. فريدة خميس صحيح بنت امبراطور السجاد، بس قصتها أكبر بكتير من مجرد اسم عيلة. اتولدت في أواخر السبعينات في بيت كله بيزنس، من أول باباها محمد فريد خميس مؤسس النساجون الشرقيون لحد مامتها اللي أصلها تشيكي، وده خلى عندها تفكير مختلف خالص عن غيرها. فريدة كبرت وهي شايفة الشغل والتجارة بعينها كل يوم، تقدر تقول كده إنها شربت البيزنس والتجارة بمعلقة. وعلى الرغم من شهرة ومكانة أبوها، إلا إنها ما كانتش عايزة تعتمد على اسم أبوها خالص، ودخلت الجامعة الأمريكية ودرست إدارة أعمال واتخرجت سنة 2002، وكانت من الطلبة المميزة جدا. بس المفاجأة إنها ما اشتغلتش في شركة العيلة على طول، قررت تنزل سوق بنفسها وسافرت واتدربت في سيتي بانك في نيويورك، وبعدها في المجموعة المالية هيرمس عشان تاخد خبرة حقيقية بعيد عن أي وساطة. وبعدها رجعت وانضمت للنساجون الشرقيون، ومن أول يوم بدأت تثبت نفسها. بس الطريق في أوله ما كانش سهل خالص. ناس كتير كانت شايفة إنها بتنجح علشان بنت صاحب الشركة مش عشان شطارتها، وده كان عامل ضغط كبير عليها. بس مع الوقت فريدة بدأت تثبت العكس خالص، خصوصا لما مسكت قطاع البتروكيماويات وقدرت تحقق فيه نجاح كبير خلى الكل يعترف بكفاءتها. وهنا بدأت مرحلة جديدة في حياة فريدة خميس، خصوصا لما تعرفت على باسل الباز ابن الدكتور أسامة الباز، وكان شريك في مشروع ضخم مع والدها. وفي 2008 اتجوزوا في فرح كان من أشهر وأغلى الأفراح وقتها في مصر. فريدة مش بس سيدة أعمال، لا دي كمان إنسانة عندها جانب إنساني قوي. فبعد رحيل والدها تولت مؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع، وبدأت تدعم الأيتام والمستشفيات، وكانت بتاخد ابنها معاها عشان تربيه على فعل الخير. وابنها كمان بقى بيبيع لوحات وبيتبرع بفلوسها. وفي 2020 مسكت هي واختها ياسمين إدارة النساجون الشرقيون، اللي تعتبر واحدة من أكبر شركات في العالم، اللي بتصدر لأكتر من 118 دولة و70% من إنتاجها بره مصر، ده على حسب كلامها في برنامج صاحبة السعادة. وفي 2022 فريدة وياسمين عملوا صفقة قلبت السوق كله، وأعلنوا بحصتهم لصندوق استثمار بريطاني. على حسب موقع مصراوي، ياسمين محمد فريد خميس باعت حوالي 12.31% من حصتها في الشركة بقيمة وصلت ل 687.7 مليون جنيه، ونفس النسبة باعتها فريدة محمد خميس بنفس القيمة تقريبا. وبكده بعد تنفيذ الصفقة حصتهم المباشرة في الشركة بقت صفر. الكل افتكر انهم خرجوا من الشركة، بس الحقيقة غير كده خالص. وفاجأت الكل، صندوق الاستثمار ده مملوك ليهم هما الاتنين، يعني باعوا لنفسهم بنفسهم بطريقة ذكية جدا ما تخطرش على بال حد خالص، وده على حسب موقع اليوم السابع. كده فضلوا مسيطرين على الشركة لكن بشكل غير مباشر، والحركة دي خلتهم يقدروا يخرجوا أرباحهم بالدولار ويخضعوا لقوانين دولية، وده يعتبر مستوى متقدم جدا من التفكير الاقتصادي. ثروة فريدة الخاصة زادت بشكل كبير خلال السنين الأخيرة، خصوصا في استثماراتها مع البتروكيماويات. فريدة ما وقفتش على كده، لا دي كمان دخلت مجال التعليم وبقت رئيسة مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، وعينت مجدي يعقوب رئيس شرفي للجامعة، وده على حسب موقع بصراحة وموقع الوطن. وكمان بدأت تدخل في مشاريع الطاقة. ففي 2024 مجموعتها وقعت عقد لحوالي 1.5 مليون دولار مع شركة IRSC لتركيب محطات طاقة شمسية بقدرة 2.5 ميجا وات في أكبر مصانعها في مدينة العاشر من رمضان في مصر. وبفضل كل ده مجلة فوربس الأمريكية اختارتها ضمن أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط، وده على حسب موقع اليوم السابع. لكن رغم ده كله بتحافظ على حياتها الشخصية بعيدة عن الإعلام. يعني من الآخر كده فريدة خميس مش مجرد بنت رجل أعمال، دي واحدة عرفت تستغل الفرصة وتثبت نفسها وتبني اسمها بنفسها. يلا شاركونا في التعليقات وقولولنا ايه رأيكم في حكاية فريدة خميس.